دلوقتي كل مواقع السوشيال ميديا سواء فيسبوك، انستجرام، تويتر، واتساب، تيك توك، الكلام ده كله عشان ترفع عليهم الصور بجودة عالية. المواقع دي حرفيا يوميا بترفع عليها بالملايين الصور، والسيرفرات بتاعتها مش هتستحمل كمية الصور اللي بجودة عالية دي كلها. دلوقتي المواقع دي بتاخد الصور بتاعتك الجميلة المصورة ب 500 ميجا بكسل، وتاخدها بتعمل لها حاجة اسمها ريسايز، بتغير الجودة بتاعتها شوية او بتقللها. طب ليه الكلام دوت؟ عشان السيرفرات بتاعتها تحمل كمية الصور اللي بالملايين اللي يوميا بتترفع عليها. في الفيديو ده اقول لك كام تريكايه كده ممكن تعملهم في الصورة قبل ما ترفعها، وكام تريكايه دول هيخلي الصورة تترفع بنفس الجودة بتاعتها اللي انت بترفعها. دلوقتي انت بتاخد الصور بتاعتك سواء اللي انت هترفعها على الفيسبوك او الانستجرام، بتحولها لمقاس معين. الانستجرام والفيسبوك بيسمح بيه اول ما يلاقي المقاس دوت ما بيلعبش في الصورة فيها. الفيسبوك او الانستجرام اول ما يشوف الصورة بتاعتك بالمقاس اللي هو عايزه هياخدها يرفعها عنده من غير ما يلعب في اي حاجة فيها، والجودة بتاعتها مش هتروح. ودلوقتي هنروح للكمبيوتر والموبايل واقول لك ازاي تخلي الصور دي بالمقاسات بتاعت الفيسبوك والانستجرام، واقول لك على المقاسات بالمرة. اهلا بيكم مره تانية. وزي ما قلت لكم لازم اغير مقاس الصور عشان اقدر ارفعها على الفيسبوك او الانستجرام. بعد ما خلصنا ايديت على الصوره ومية مية كله تمام، هنجيب قائمه اللايبراري وهنعلم على الصور اللي احنا عايزين نغير المقاس ليها. لو مثلا عايزين الثلاث صور دول مع بعض هتدوس كنترول ايه كده، احنا علمنا على الثلاث صور دول مع بعض، وهندوس اكسبورت. في الاعدادات الاكسبورت هنختار المكان اللي احنا هنحط فيه. تمام، لو على سبيل المثال الديسكتوب هيتحط في فولدر مثلا ايه، موجي. تمام كده هينزلوا في فولدر اسمه موجي على الديسكتوب. الكواليتي بتاعتهم 100%، مجيش جنبها. واجي هنا عند الريسايز، الايمج ريسايز. المفروض الايمج ريسايز ده اللي هو المقاس اللي هي الفيسبوك والانستجرام بيسمحوا بيه. دلوقتي انا هحط لكم المقاسات اللي الانستجرام والفيسبوك بيسمح بيها، ممكن تاخدها سكرين شوت دلوقتي وتطبقها على بقية الصور بقية حياتك. طب على سبيل المثال انا عايز اخد صورة من الصور ديت احطها على الفيسبوك، صورة بروفايل. فانا عندي صورة البروفايل مقاسها 340 في 340، فهغير هنا 340 في 340. دي هتكون بيكسل، اهم حاجة دي تكون بيكسل، والريزولوشن زي ما هي 240. بعد كده هدوس اكسبورت. كده الصور عندي اتسيفت في فولدر اسمه موجي. كده الثلاث صور اللي انا سيفتهم نزلوا بمقاس ان انا ممكن احطهم بروفايل بيكتشر. طب الكلام ده بقى للايت روم. في الفوتوشوب بقى بطريقه مختلفه خالص. بعد ما نخلص الشغل على الصوره اللي احنا خلصناها، طب لو عايزين نسيف الصوره دي مثلا هحطها بوست على الفيسبوك. بوست الفيسبوك مقاسه 2048 في 2048 يعني مربع، بس الصوره دي عندي بالطول. طب انا كده لازم احولها لصوره مربعه، وبعد ما احولها لصوره مربعه هسيفها بالمقاس 2048. هنيجي هنا عند الكروب تول، هندوس عليها وهنكتب هنا المقاس، وهنختار هنا الريتشيو 1:1 اللي هو مربع. فكده حدد لنا الصورة. على سبيل المثال انا عايزها كده بالظبط. كده هي دي مقاس الصورة اللي انا المفروض ارفعها بوست على الفيسبوك. بعد كده هندوس فايل، اكسبورت، هنختار سيف فور ويب. هنيجي هنا للمقاس هنكتب 2048، وتحت نفس الكلام هي اتكتبت لوحدها. كده ده مقاس الصورة انها تنزل على الفيسبوك من غير الجودة ما تتغير. هندوس سيف، هنكتب اسم الصورة او نسيبه زي ما هو وندوس سيف. دلوقتي هنروح للموبايل ونغير حجم الصورة بالموبايل. اول حاجة هنروح على متجر بلاي. اول حاجة هنبحث هنا في التطبيقات ونكتب ايمج سايز. هنلاقي البرنامج دوت هنحمله. انا طبعا عشان محمله قبل كده. هينزل البرنامج معانا هنا، هينزل البرنامج ودي صورة البرنامج. هنفتح البرنامج وهندوس في الحتة البيضة ديت كده، وهنختار من الصور عندنا. على سبيل المثال انا اخترت الصورة دي. كده هي الصورة عندنا حجمها 3648 في 5400 وشوية، ومساحتها 11 ميجا. احنا عايزين مثلا نغير حجمها لصورة بروفايل فيسبوك. حجم صورة البروفايل الفيسبوك 340 في 340. هنيجي هنا عند المقاس دوت هنخليه 340، وعند المقاس ده 340، وهندوس صح.
كده الصورة معانا اتحولت للحجم اللي الفيسبوك عايزه. كده الصورة تمام معانا، هنيجي نسيبها، هندوس على هنا. اتفرج على اعلان بس يشتغل 5 ثواني، وبكده الصورة اتسيفت معانا. طبعا بعد الفيديو دوت هتاخد كل صورة انت عايز ترفعها سواء على الفيسبوك والانستجرام، تحولها بنفس المقاسات اللي انا قلتلك عليها وترفعها باعلى كواليتي. ولو عجبك الحلقة منساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وسيب رأيك في الكومنتات.